راي حضرتك ايه بعد انتقال محمد لنادي الارسنال؟ لا طبعا يعني اسعد بني ادم في العالم، يعني اوصف لك يعني حاجه الحمد لله فضل من ربنا. حاجه يعني الواحد تعب وزي الواحد كان لعيب كوره وكان بيلعب في نادي البلديه وتاريخ كبير في نادي المحله هنا في بلديه المحله. الحمد لله فضل من ربنا ان الواحد يعني يشوف حاجه زي دي بتبقى يعني حاجه ما تخيلهاش. يعني الحمد لله فربنا سبحانه وتعالى بدعي له ان هو بس ربنا يكرمه باذن الله ويثبت ان هو ان الارسنال محمد يبقى باذن الله الفتره الجايه يبص لاحسن من الارسنال باذن الله. طب انت محمد لما جاي له عرض من الارسنال انت كان رد فعلك ايه ولا انت قلت له ايه؟ طبعا رد فعل حاجه تفرح مصر كلها، مش ابوه بس او عيلته وكده. فالحمد لله ان محمد وصل يعني الحلم اللي الواحد كان بيحلمه هو لعيب كوره. يعني الواحد كان لعيب كوره عايز يوصل لاعلى حاجه، فهو الحمد لله بيوصل نجاح الواحد كان بيتمناه من الدنيا ان هو يوصل للحاجه دي باذن الله. طب انت كان دورك ايه يا محمد بالظبط خلال الفتره اللي فاتت دي؟ من اول ما بدا لعب الكوره، بدا لعب الكوره امتى هو عنده 5 سنين، يعني راح النادي الاهلي وعنده 5 سنين ونص. فطبعا الحمد لله يعني مشوار طويل مع محمد. ووالدته يعني ساهمت كتير في تعبه في النادي الاهلي، قعد 10 سنين في النادي الاهلي، عاصر اجيال كتير، كابتن بدر رجب ومصر كلوفر، محمد السيد مع عبد الله. الناس ديت يعني بصراحه وقفوا مع محمد كتير، واتنقل بقى نادي المقاولين بعدها وكمل مسيرته يعني في نادي المقاولين مع كابتن سعيد الشيني وكابتن حمدي نوح. طبعا ناس كتير وقفت جنبه زي كابتن محمد عامر، مش عايز انسى حد يعني كابتن رضوان، حمزه الجمل، كابتن مصطفى يونس منتخب. مدربين كتير ساعدوه في ان هو وصل لحاجه كويسه الحمد لله. طب رد فعل والدته واخواته كان على الموضوع ده؟ طبعا والدته متوفيه طبعا، هو عنده 15 سنه وكده. والحمد لله يعني اخواته شروق وحبيبه فرحانين جدا لا طبعا حاجه سعيده. ومحمد له اخوات بنتين بس ولا اخوات تاني؟ بنتين وعيل صغير من ست تانية. تمام. كابتن سيف. تمام. طب رساله بقى تحب توجهها لمحمد في طبعا هو النهارده الوصول اللي انت توصل لحاجه زي ديت ممكن يبقى سهل، لكن تفضل على اللي انت فيه والناس تقول ان دي حاجه صعبه على محمد والكلام ده. باذن الله هو ده اللي بتمنى من ربنا، ان محمد الفتره الجايه ان ربنا يقف جنبه ويبقى موفقه باذن الله، لان اللي جاي اصعب مش جاي سهل. يطلع في نادي كبير زي نادي الارسنال في لعيبه على من احسن لعيبه في العالم، يعني الارسنال من احسن فرق في العالم النهارده. فالنهارده لو وصل ان هو يلعب ويكمل والكلام ده هتفرق كتير قوي معانا باذن الله ومع كده. طب رسالتك ايه الاشبال اللي واقفين حواليك دول؟ طبعا دول لعيبه كتير. مدرسه الكوره بتاع كابتن ناصر النني طبعا ديت عاملها في المصحه. طبعا نادي البلديه طبعا مشكورا مأجر لي وكده، بحس بقى يعني ده يعني شغلتي في الكوره، ان انا مربي رجاله. طلعت لعيبه كتير زي عمرو السليه ولاعيبه كتير، والشناوي بيلعب في منتجات النهارده والحاجات ديت. فالحمد لله النهارده برضه بنصنع نجوم، في نجوم طالعه لسه سيف ومحمد، في لعيبه كتير طالعه من تحت ايدينا هتبقى ما شاء الله كويسه باذن الله. تحب تقولوا ايه بقى كابتن محمد؟ احسن كابتن في مصر. تحب تقولوا ايه؟